أهلا ومرحبا بكم أحبتي المشاهدين في حضرة الطف. مع اليوم ضيف مميز، فهو أكاديمي ومخرج مسرحي، بالإضافة إلى أنه كاتب وناقد. بالتالي سيكون الحوار اليوم مستفيضا في قضية الحسيني عليه السلام. رحبوا معي بالدكتور عاقل مهدي يوسف. مرحبا بك دكتور. أهلا وسهلا أستاذ حيدر، شكرا جزيلا. حياك الله. بأي مجال تحب نبتدئ دكتور؟ بالضبط، هو الآن لأن موضوعة الإمام الحسين عليه السلام، نعم. فربما يكون هو مفتاح لهذه الحلقة إن شاء الله، ومن خلال الحوارات ربما استفاضة جديدة ستكون بهذا الجانب أو ذاك من ناحية المسرح طبعا وعلاقته بالموضوع يعني. نعم. لنمهد بالمسرح والتجارب المسرحية التي تناولت الإمام الحسين من خلال التحدث عن فلسفة واقعة الطف وقضية الإمام الحسين. بالتالي إذا ما فهمنا الفلسفة ستتحول إلى صورة مسرحية، وهنا يبدأ إبداع وخيال الكاتب بتجسيدها والمخرج بالتأكيد. برأيك دكتور، لماذا فضل الحسين عليه السلام الموت في مقابل أن يعيش تحت حكم ظالم؟ طبعا الرسول الكريم قال: أذكركم الله بآل بيتي، نعم. فمن أبغضهم أبغضني. هذا النبل الكبير عند الإمام الحسين بالتأكيد دخل في صراع، هذا الصراع ما بين الحق والباطل، ما بين الشجاعة والشهادة، وما بين الهروب من المسؤولية، وكما هو عند المضاد النوعي لبطولة الإمام الحسين هو ذلك الذي يسمى يزيد، الذي قال عنهم المختار الثقفي، يقول: الحياة ستصبح قبيحة وهو يخاطب ضريح الحسين. نعم. إن أعيش فيها وأنت ذهبت عنا، يعني ومن يرضيك نعم. بمواقفنا. ولذلك كان هناك نوع من الاستكمال لشهادة الإمام الحسين ودرس للإنسانية، يعني لأنه فعلا الكثير من سبقوه. نعم. يعني منذ الفراعنة إلى الحجاج بن يوسف إلى غيره، إلى يزيد، إلى معاوية، إلى الكثير من هؤلاء الذين كانوا يريدون الدنيا حتى لو كانت تؤخذ بطريقة غير شريفة. نعم. وغير نبيلة للسيادة. ولذلك هو قال: أنا جئت لأحقق لأمة رسول الله، أمتنا الإسلامية، الخير والعدالة. ولذلك الكثير من القيم الشريفة اللي كانت عنده هو استشهد حتى ينطي درس يعني لهؤلاء الذين باغتوه بمثل هذا الظلم. نعم. والاستباحة غير البشرية. نعم. وغير الرحيمة بالإنسان. طيب دكتور، الصراع الإنساني، الصراع البشري على مر العصور، خير وشر، ظالم ومظلوم. البعض الآخر يقول لك لا، يعني حتى يفضل السلامة أو خوفا من أن يبطش به الظالم يقول لك أنا أقف على الحياد، لا يعني ما أكون مظلوم، ما أنتفض من أجل الحرية والمبادئ، لكن مع ذلك ما أشارك وأكون ظالم. البعض يتبنى مبدأ أنه أنت مجرد صمتك على الظلم هو مشاركة للظلم بحد ذاته أو قبول للظلم. هل أنت مع هذه النظرية؟ هو طبعا احنا من نصنف هذا الاتجاهات. نعم. من هاي المجموعة وهذا الرجل صاحب القضية وصاحب القيم الكبرى، يعني اللي بيها نوع من السمو. نعم. أكيد يروح مع الحق، لأن الساكت عن الظالم معنى ذلك راح يتماهى مع ظلمه، يعني وراح يكون واحد منه وبيه. فعيب على إنسان أن ما يعلن على أقل تقدير برفضه في الصوت، رفضه بالموقف، رفضه بانتماء لمن يمثل الحياة الآنية ومستقبلها الآمن النبيل. وأنا أعتقد الهروب والتبريرات نعم. ليست من قيم الرجل الشجاع النبيل الذي يريد أن يغير الحياة باتجاه الجمال. يعني مثلا حتى الرسول الكريم، يعني حتى في القرآن الذي نزل على رسول الله بنظرة حتى للديانات السابقة. نعم. فنظرة بها نوع من الموضوعية،
نوع من احترام الأنبياء والرسل، ويريد يسوي حتى وصل إلى أنه سيكون خاتما للأنبياء لكي لا تدمر هاي المنظومة الإيمانية. نعم. اللي بها خير ضد الشر، بها مساعدة الفقراء، بها النهوض لبناء إنسان فيه من الإيجابيات أكثر من الطمع والسلبيات والجبن والتخوف، بحجة يعني أنا ما عندي استعداد أن أجابه الآخرين. وإلا لماذا هؤلاء الشهداء الكبار يعني في تاريخ الإنسانية؟ نعم. هؤلاء الأبطال الذين دمروا في السجون وعذبوا ولم يبيحوا لأنفسهم بأن يعني يأتون باعتراف يضر رفيقهم أو زميلهم أو شقيقهم. نعم. في الموقف النبيل في هذه بالتالي الحياة. دكتور هنا نحن نسائل إلى أي مدى كانت واقعة الحسين عليه السلام وتضحياته والطف ملهما للثوار والأحرار بمختلف انتماءاتهم وتوجهاتهم، يعني على مستوى إنساني عام. نعم. يعني هو لما دعوه تدري ورسائل عديدة، وحتى يأتي هو وأبنائه وأقاربه وبعض يعني من أصحاب الحسين نعم. عليه السلام، فكان يعني يتمنى فعلا أن يعدل الموقف وأن يكون هو الفقيه، هو اللي، لأن آل رسول الله هم كلهم على خبرة وعلى بينة بما ثبته واستنبطه وترك من أثر نوعي كبير روحي واجتماعي وما يتعلق بالآخرة وفي الدنيا نفسها. لأن حتى في القرآن الكريم هناك ما يسمى بمظهر القرآن والباطن في القرآن، فما بين التفسير وما بين التأويل مسافة. يعني شلون كما يقال أنه كانوا ينازعون على نزول القرآن وبعدين قاموا ينازعون على تأويل الآيات، يعني بمعنى اجتماعي راح يجسد بشكل ملموس وواقعي، وراح يفرز طبقات وفئات ربما ستكون يعني فيما بينها نمط من أنماط التوتر والعدوانية أو المحبة والانتماء الحقيقي، مو بمعالجات لسانية وإنما بمعالجات الموقف الصحيح والفعل الصحيح الإيجابي يعني. نعم. دكتور، لننظر إلى واقعة الطف من منظور مسرحي، كيف ترى المشهد؟ كيف ترى التضحيات؟ كيف ترى أو ترصد لقطات من هذه الواقعة كمخرج مسرحي بعين المخرج؟ نعم طبعا احنا تدري الإخراج المسرحي وحتى التأليف عن الإمام الحسين لا يمكن أن نذهب احنا لتأرخة خارجية عن سيرة ما فيها لا المشاعر مثلا ولا بها العواطف ولا بها الأفكار، والصراع راح يكون أيضا من نمط درامي، لأن نماذج ممن يفنون من أجل الحق وترسيخه، وبين آخرين هم انهزاميين ومصلحيين وعندهم نمط من التكالب على المنافع الزائلة المرحلة يعني. فهو لما قدمت أنا 3 مسرحيات ب3 شخصيات، لأنه أنا عندي رؤية يسموها في المسرح، الرؤية يعني في التأليف وفي الإخراج. فلما أنا عندي السيرة الافتراضية أفترض الإمام الحسين لو عاش ظروف فيها نمط من اللي إحنا نعيشه الآن. فمسرحية الحسين الآن من طلعته بشكل كان يدافع عن حقوق المظلومين الذين لا ذنب لهم سوى ما فعله الآباء قبلهم. فكانت احنا عندنا في تلك المرحلة يعني لأن أبوه كان من فلان جهة وفلان كذا، فأنا حتى بعضهم يعني شلون أنت طلعت الحسين وهو ميت إلى رحمة الله يعود ثانية ويعطي لزوجة يزيد نمط من المباركة لأنها حامل طفل. هذا يعني الآن ما يجري في غزة مثلا وغيرها، الأطفال شنو ذنبهم؟ فبعضهم ما يصور الحالة شنو. وإذا بالتاريخ نفسه لأن بصدقية التاريخ أنه هذا طلع معاوية الثاني ابن يزيد رفض أن يكون بديل عن آل البيت. يقول كيف أنا أكون وآل البيت مدمرين بهذه الطريقة ومهمشين. فطلعت أنه الحسين كرمه وفعلا نبوءته تحققت في المستقبل.
المسرحية الأخرى مثلا نعم. باختزال. دكتور، سنتوقف عند هذه المرحلة ونتكلم عن بقية المسرحيات لحضرتك وأيضا عن بقية التجارب المسرحية للزملاء الآخرين، لكن اسمح لي أن أخذ هذا الفاصل. من بعد الفاصل لنا عودة، ابقوا معنا. من بعد الفاصل هذه عودة مجددا أحبتي المشاهدين، نكمل هذا الحوار مع ضيفنا العزيز الدكتور عقيل مهدي. دكتور عقيل، كنا نتحدث عن تجاربك المسرحية التي تناولت واقعة الحسين، حدثنا عن التجربة المسرحية الأولى لنتحدث عن بقية التجارب. نعم، التجربة الثانية يعني بعد الحسين الآن، نعم، كانت تحت عنوان الحسين في غربته. وطبعا انطيت جانب معاصر، كأنه هناك من يحمل حقائب دبلوماسية ويسافر إلى دولة أوروبية، ومعه كانت هناك زوجة يزيد التي تمردت على يزيد لأنه عرفت نعم، خسته ودناءته وتدميره للقيم الشريفة، فطلعتها بشكل مثقف، بشكل تتواصل مع الآخر بالموسيقى، لأن الموسيقى حتى من زمن أفلاطون وحتى عندنا ابن رشد وحتى الفارابي يقول هذه يطهر الروح الإنسانية. فأنت حتى تشوف في الفلكلور يعني الشيعي أو الإسلامي فيه نوع من التراويح اللي هي بها تبث الإيجابية في النفس والتسامي من العقد وغيرها، لأن فعلا الموسيقى هي لغة شفافة. حتى كثير من الفلاسفة نعم، يعني اعتبروها شيء خارق، يعني من أفلاطون نعم، إلى حتى شوبنهاور إلى كثير من. إذا اعتمدت على الجانب الموسيقي أيضا في لا، هذه المسرحية. هذا الجانب اللي يخص هذه المرأة الطاهرة، نعم، التي ابتليت بهذا النموذج اللي صارها زوج لها يزيد، وبشكل إجرامي يعني قدر أن عامر بن كريز أبوها يسجن حتى ياخذها هو ويتزوجها. نعم، فأنا بيها نمط إنساني. هاي الحقائب الدبلوماسية للأسف بعضهم منحرف عن القيم الإسلامية النبيلة اللي استشهد منها الحسين. نعم، فلذلك يقولوا له يعني احنا اجينا نزحف للضريح مالك، نعم، لأن احنا صحيح سليلي يزيد، ولكن احنا الآن مختلفين عن يزيد، لأنه نجيك. فهو شيء الحسين طلعته في موقف متسامي في مكان نوراني راقي. نعم، فيقول لهم إنكم تبكونني ولكن لا تعرفوني. يعني هي مو بالنفاق ولا نعم، بالكذب، إنما بالمعرفة الحقيقية لدور الحسين النبيل اللي استشهد هو وأبنائه بهذا الموقف، ولم يتخاذل، وذهب إلى مع أخوته وأتباعه وأهله وأطفاله والنساء اللي معه من الرسل، يعني من النبي وجيله يعني وراثته. نعم، بهذا الموقف النبيل. فمسرحية ثالثة قدمت بها الحسين كما نراه. فأنا طبعا أسقط بعض المشاكل المعاصرة. نعم، فلقيت منفذ جميل جدا، أنه هذول الطغاة اللي يعذبون الشرفاء، حتى لو ساقط بطائرة مثلا يدمروا، لو واحد يمسكوه طفل يعني يهشمون حتى إنسانيته وبراءة الطفولية. فطلعت الحسين عندما يأتي إلى كربلاء إلى الكوفة، وطبعا هم الشخصيات ثلاثة نفسهم في 3 مسرحيات. نعم، يزيد والحسين وزوجة يزيد. فبكل مرة الشخوص ثابتين.
شغل، لكنه المواضيع والقيم والتنمية في الفكر والمعاصرة لها دور كبير. أي فطلعت منه يستقبلوه المسيح، يستقبلوه اليزيديين، نعم، يستقبلوه الشرفاء، ويجي هو يحاورهم بلغة نبيلة، وخليت يمثل دور يزيد بدور جنرال عسكري يذكرنا بهتلر وموسوليني والسفالة في التاريخ، يعني منذ الفراعنة إلى الآن ما يحدث في عالمنا المعاصر، يعني نعم. من نوع من احنا نسميه العقد في القتل والتدمير، بدون أن ينظر إلى البريء الذي لم يفعل إلا الخير للآخرين. فهذه الأفكار هي كنت أنا أجعلها مهمة، لأنه فعلا خلت الكثير من أطاريح الدكتوراه والماجستير وبعض المثقفين نعم يتابعوها بهذا الوجه الإيجابي في الصراع. دكتور، هكذا نوع من الأعمال المسرحية تنتمي إلى مدرسة المسرح التجريبي لو أنا غلطان؟ هو طبعا المسرح التجريبي بشكل عام هو كل عرض بنمط تجريبي، ولكن هناك ما يسمى بالمذاهب المسرحية. تعرف كل مذهب صح يأتي بعد ما سبق، ولكن لا يمحو. يعني هم بالضبط نوع من الحركة هي اللولبية، يعني نسميها. كل فكرة تصعد، ولكن فكرة أخرى تصعد، وكلها ما بنسجمها سلسلة ولد، يعني مو تنفيها ودمرها إلى الآن. إحنا مثلا المسرحية الواقعية موجودة، الرمزية موجودة، تعبيرية، سريالية. لكن دكتور، المسرح التجريبي يمتاز بجرأة الطرح، ومع الجرأة تأتي ربما الكثير من الانتقادات، خصوصا ممن يتمسكون بالنظرة الكلاسيكية عن المسرح، وخصوصا الأعمال التي تتناول حقبة زمنية، يعني ينظرون لها على أنها هي وثيقة تاريخية ولازم تقدم مثل ما هي، فأكيد واجهت الكثير من الانتقادات. لا، هو هاي المسرح ما يسمى بالتسجيلي التوثيقي، يعني عندنا كثير من الكتاب يعني اللي سبقوا حتى منهجية بريخت. نعم. يعني بسكاتور مثلا يجيب لك صحف ويجيب وقائع وثائق، نعم. لأن حتى ينطيك أنه هاي حقيقة مو مزيفة، نعم. مو تزوير. نعم. ولكن هاي أيضا لها فضاء خاص بها، ولهذا نشوف أن حتى اللا معقول أن هناك الكثير من الأشياء باللا شعور من ينام الإنسان تظهر بأحلامه، بمواقفه، بحدوثه الإبداعية. يعني بيكاسو مثلا سوى أكثر من لوحة لكي بالموناليزا يوصل إلى الصورة النهائية بعد 19 لوحة للوجه، وشون وصل. يعني التجريب هو مو بالضرورة أن يكون معاكس للواقع، نعم. ولكن بنظرات بها يعني نوع من الخصوصية ونوع من البناء الحقيقي التركيبي، نعم. الجديد بشكله الجمالي، بروحيته الداخلية، بما يثيره من استجابة لدى المتلقي. لأن هناك ما يسمى بالمسرح وفي الفنون بشكل عام، نعم. حتى بالآداب، يعني بالرواية وغيرها، أنه ما يسمى بالتلقي الجمالي. يعني إذا ما يحس بداخله بفني جذبه، بروحيته، بشكل الخارجي، بالألوانه، بمسائله، نعم. يعني هذا ما يعتبر جزء من الفن، وإنما كأنك أنت تعيش حياة نفسها. يعني ماكو هناك ثغرة معينة تمتلي برؤية جديدة، بعلاقة يعني نسميها يعني منظومة موضوعية مغايرة. نعم. يعني احنا هسه لو ننظر جيلنا يعني نعم. دا يشوف الآن تنوع واختلاف بالجيل الجديد اللي بالفعل. احنا مثلا ندرس بالكلية كل سنة يجونا نماذج ما اعتدناها مثلا بالسابقين. نعم. وبعدين من يتخرجون هاي الدورة مو مثل تخرجوا قبلها ولا راح يتخرجون مستقبلا. نعم. فالإنسان يأخذ أيضا من عصره، من فهمه، من متغيرات المجتمع. والآن مثلا التحدي الأكبر بهذا يسموه العقل الاصطناعي، يعني نعم، الذكاء الاصطناعي
السبرانية. نعم. وبعض الأمور يعني حتى تخليك تشك أنه هل فعلا هذا بدنا نشوفه. مثلا رئيس دولة أوروبية يقرأ طور داخل حسن مثلا واعتيادي أمام الجمهور بشكل ساخر. نعم. يعني وتشوفه كأنه حقيقي. هذا لو كان المجتمع ما عنده هذا النمط من التوقع كان يصور فعلا هاي. ولهذا احنا نشوف إلى اليوم الكثير من الإعلام المزور والزائف والتدميري نعم. يختلق مسائل حتى يسقط بشر على حساب بشر، لأنه دولة معظمهم من التابعين الخانعين المرتزقة بشكل أخص، الذين يروجون من أجل منافعهم وما يدرون أنه هاي المنافع هو راح ينتهي في يوم ما، لأن هي خثرة دم. نعم. وتشيله ما يبقى إلا الأثر ماله، وبعدين تنكشف كل الأسرار ويعم حتى على من كان متورط وياه في تلك الفترة. إذا منها تبرز قيمة وأهمية المثل العليا وتمسك الإنسان بمبادئ. دكتور راح نستكمل بجوانب أخرى لكن بعد هذا الفصل. نستكمل الحوار معكم أحبتي المشاهدين في حضرة الطف. دكتور عقيل، في واقعة الطف الكثير من الشخصيات من المعسكرين، وكل شخصية من المنظور المسرحي يعني لا أبالغ إن قلنا نستطيع أن نؤلف عنها مسرحية بتوجهاتها، إن كانت خيرة هذه الشخصية أم شخصية شريرة. برأيك كمخرج وككاتب أي الشخصيات أكثر تعقيدا كانت في مشهد الطف؟ يعني هو بالضبط كل اللي استشهدوا من مسلم بن عقيل. نعم. إلى كل الكبار، يعني الأطفال اللي قتلوا، النساء اللي يعني سيقت حتى للموت أو للأسر. نعم. كل وحدة تستحق الكثير من وجهة نظر عاد إبداعية. شلون احنا نقدر نعيد يعني من الطفل اللي يذبح شلون نقدر نعالجه. بس هو لأنه القسم المركزي الكبير هو الإمام الحسين الذي يمثل كل هذه الرموز مجتمعة. نعم. ولذلك احنا لما نأخذ الحسين فعلا أولا لموقف شمولي، لموقف يمثل مرحلته ويمثل الماضي النبيل. نعم. الصراعات من أجل الحق ومجانبة الباطل. يعني لأنه احنا كما نعرف بعضهم يعني يحرفون الكلم عن موضعه من أجل مصالحهم التافهة. نعم. كما كان يقول الرسول الكريم عن هؤلاء. فأنا أعتقد أنه كل شخصية من وجهة نظر المخرج أو المؤلف يلتقطها ربما تصبح هي كما يقول جاك دريدا مثلا في نوع من التفكيكية، أنه الهوامش أحيانا تلعب دور كبير وليست هي مهمشة كما يرى البعض. يعني مثلا الصراعات الطبقية. نعم. يعني الآن نموذج الرأسمالي غاية الربح. يعني كل ما كان الربح أكثر كل ما كان المجتمع بالنسبة لهم البرجوازي هو الأمثل. في حين مثلا كانت موسكو في زمن معين تنظر للجانب اليساري بالموضوع، للفقراء، للعمال اللي قامعيهم. نعم. المدمرين اللي بشكل جمعي ينظرون وليس بشكل أفراد يتحكمون في مصير العالم واقتصاده والاتجاهات الاجتماعية والنفسية. ولذلك احنا نشوف الآن الصراعات هي كلها متفجرة بطريقة أما بوحشية مطلقة أو بإنسانية تحس بالآخر. نعم. تحس بالجانب التنموي لقيم سلوكية للإنسان منذ الطفولة. مثلا يعلموه الموسيقى حتى وهو طفل. نعم. الحساب
مرافقة للموسيقى، حتى يطلع بمشاعر نبيلة. تشوف حتى طقوس ما يسمى برجال المتنسكين اللي نعم. يمارسون هذا النوع من التعالي يعني وبتقشف والروح الخلاقة. نعم. ما عنده نوع من البغض يعني تحفيز ما يسمى بالعرقيات والطائفيات. إذن دكتور هنا يتبادر إلى ذهني سؤال، إلى أي مدى ستكون يعني دافعا للفساد إذا ما اجتمعت السلطة مع رأس المال؟ الثروة والمال هذه الثنائية، الثروة عفوا والسلطة والنفوذ هذه الثنائية. يعني الآن من نطبق على نعم. ما يجري الآن راح تلاحظ أنه فعلا أكو دول رأسمالية تتسابق وتتخطى وتسحق شعوب من أجل منافعها ومسائلها اللي مثلا تخص ثروات بلد آخر، عندهم استعداد أن يفجروه بأعتى قنابل الذرية لكي يفيدوا من ما يحمله من بترول مثلا، من معادن ثمينة، من منطق استراتيجي جغرافي كبير، من ثروات معينة هم راح يحصلوها. نعم. وخاصة المياه، تشوف حرب مياه تصير، حرب موضع جغرافي محدد. نعم. النفوذ هذا اللي برقماتي اللي بيه نوع من التعالي على الناس البسطاء، على الشعوب اللي متنامية بعدها اللي تريد تطمح. ولذلك حتى مرات يفرزون الزين المثقف حتى يغتالوه أو يبثون عنه حتى يسقطوه، لأنه كثير من الأميين يصدقون هذه الأدلجة التافهة. نعم. ضد إنسان، يزورون حتى وجوده الحقيقي باتهامات رخيصة ومفتعلة. وبعض الناس هم كما كان يقول الإمام علي عليه السلام إنه طريق الحق موحش لقلة سالكيه. نعم. وكان شكسبير قد اقتدى بعد مئات من السنين بهذه المقولة وقال: الشريف في هذا العالم واحد من 2000. نعم. يعني كل 2000 بهم واحد شريف، لأنه الشريف هو يروح للحق، ما نعم. يروح لطريق المنحرف الفاسد الذي لا يليق بقيم الإنسان وكرامته. أيضا الإمام علي عنده مقولة قريبة لهذا المعنى، بما معناه أو ربما نصا هي تكون: لم يترك لي الحق من صديق. شوف. نعم. يعني لأنه معظمهم، فلذلك هم قلة قال عليهم. نعم. موحش إلا القلة يروحون. نعم. فهذا طبعا من جانب الحق، معناها في داخله نمط من الشر، نمط من الأنانية، نمط من عدم انبساطه وفهمه للآخر. دكتور خلينا نرجع نعم. للجانب المسرحي من قضية الإمام الحسين وواقعة الطف. كيف تنظر للأعمال المسرحية التي تناولت قضية الإمام الحسين، سواء كانت التجارب المسرحية العراقية أو العربية؟ طبعا احنا عندنا كتاب يعني بهم من ثانية يجي الحسين. نعم. اي هذا ايضا اللي كتبها الخفاجي من كربلاء. نعم. وايضا حتى عبد الرزاق عبد الواحد من الحر الرياحي. نعم. فذكر ايضا مسائل فيها نمط من موالاة حقيقية لآل البيت يعني. وحتى هي حتى بها نوع، لأن هذا الحر وقف بموقف نعم. نبيل، لأنه دا يشوف أنه الحسين وآل البيت جايين على مسألة إصلاحية. نعم. فلذلك هو وجيشه ووضعه انسلخ حتى عن دموية يزيد. نعم. صار تحول صار تحول بالفكر. نعم. بالموقف، من بعد صراع نفسي أيضا لا قام يدخل وبدائل إنسانية رهيبة. نعم. فلذلك يعني أنا أعتقد أنه الكثير من المسرحيات اللي قدمت حتى اللي بها تفاصيل يعني قريبة إلى الموروث، في نسميها احنا بعاشوراء السبايا. نعم. لكن هذه بنوع من الثبات، يعني نوع من التكرار. نعم. نوع المعروف هو، لكن احنا نريد في المسرح يعني، لأن احنا نحترم كل الموروث. نعم. والتقاليد والمسائل الجميلة الفولكلورية اللي خاصة بهذا الشهر. نعم. لكن تريد أن تبرز جوانب جديدة من القيم وما حملته القضية وتناولت. يعني مثل الشعر. نعم. يعني شوف الشعر دائما من ياخذ قضية الإمام الحسين بصور وبمراحل وبوجهات نظر مغايرة للسابقين،
نشوف مستقبلا دائما يعني. وحتى بالشعر الشعبي تجد من يتحدثون عن الحسين هم بيناتهم فوارق واختلافات، نعم. وكل من يبني على موروث سبقه، ولكن باستبطان جديد وبرؤى مغايرة بها نوع من الجمالية والحث على الاستغراب والدهشة. يعني الإنسان الراقي يقول أنا من جيت لهذا الفنان كنت أتصور أكو تطابق بين فكرتي وفكرته، بس سوى من الجديد بحيث غير كل موروثي الداخلي ونسق بنسق متفتح على مغاير، حتى يقوم هو يجتهد. وانت شوف حتى من يقرؤون البعض بهم من يتمسك بروائي مثلا قديم او شاعر قديم ومغرم به، وبعدين يكتشف انه مثلا الله يكون في عون السياب من يجيب الجديد والبياتي ونازك الملائكه وشلون فهموهم، ولكن الان باتوا ايضا تراث وضخم للاجيال اللي اجت بعدهم. اصبحوا مدرسه وبها جماليه جديده. وهذول اللي جو الشباب ايضا اضافوا الكثير من محطات سابقه عليهم بمحطات اخرى جريئه للمستقبل. دكتور، بما انه نتحدث عن مدارس التجديد وبقي لي من الوقت دقيقه، اريد ان اسال ما الذي يجعل من قضيه الحسين عليه السلام تحمل هذه الجوانب الابداعيه الكثيره والقدره على التاويلات والتناول من اكثر من جانب وتبقى متجدده ومؤثره؟ يعني أنا أعتقد بشكل كامل يعني وعندي ثقة بالموضوع أنه لما يأتي الأخوة الأعزاء من ديانات متفرقة، وحتى بعضهم يمكن احنا ما نتصور راح يأتون إلى احتفال وبزيارة الإمام الحسين في كربلاء والعباس والإمام علي، لأسباب أنه هؤلاء فعلا أنسجوا نوع من النسيج الخلاق الجمالي الشريف، الابتكارات. يحس نفسه هم يسوون يعني وظائف كما يجري الآن في طقوسنا الشعبية الشيعية والإسلامية بشكل عام، لأنه احنا بصراحة الإسلام كلهم واحد، كلهم يروحون إلى الحسين كمسلمين إضافة إلى ديانات أخرى، لأنه هو مثل الشخصية اللي تذكرهم بالسيد المسيح، تذكرهم بالقيم الإنسانية للنبي موسى اللي بني إسرائيل كما يذكرهم القرآن عندما كانوا بقيمهم الربانية. ويأتي إلى الرسول الكريم الذي جعل من كل الأديان كما قلنا أنه وحدة تضامن، لأنه خاتم الأنبياء. ما يريد أحد يخرب هذه التفاصيل الإنسانية، لأنه بصراحة يعني الإسلام وضع مقدار من الحركة الجميلة، بأن كان يقول يعني العوائل تعرف المثقفين يقول هم ينصران ابنهم ويمجسانه يعني ويهودانه بأسباب هي خارج نطاق الطفل، ولكن من ينمو ويكبر ويشوف أمامه هذا الصرح الهائل اللي هو الحسين فينتمي إنسانيا. يعني الإمام علي حتى كلماته مكتوبة بالأمم المتحدة والعالم، والآن نشوف الثورات الجميلة من بشر هم إنجليز وألمان وفرنسيين وبكوريا وغيرها وبجنوب آسيا وبالهند وبالعالم حتى في أفريقيا يقومون بطقوس، لأن هذا نبيل يعني بإنسانيته العالية. بالتالي نبل الإمام الحسين وعظمته وقوة مبادئه تجمع جميع الإنسانية، تستقطب الجميع بمختلف توجهاتهم وانتماءاتهم، لا عرقية ولا عنصرية ولا تعالي، إنما نوع من الديمقراطية الفذة اللي أسسها وابتكرها بجمالية استشهاده الكبيرة. الأكاديمي والمخرج المسرحي دكتور عقيل المهدي، شكرا على هذا الحوار. شكرا عيني أستاذ حيدر على نبلك وعلى الموضوعات اللي أثرتها بجدارة، وشكرا جزيلا. حياك الله. كذلك نشكر كل من تابع حوارنا لهذا اليوم. إلى اللقاء.